السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة حلوة، بس يعني إيه حاجة سريعة ووصفة سهلة جدا، مش هتاخد منك اي وقت. لو جالك ضيوف فجأة وحابة تعملي حاجة حلوة وما عندكيش، دي اسهل واسرع وصفة ممكن تعمليها. هنعمل بودنج الشوكولاتة. عندي كوبايتين من اللبن، وكوباية من الكاكاو، وكوباية الا ربع سكر بودرة، او ممكن تعمليه بسكر عادي. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول خطوه عندي هنحط المكونات دي الاول، هنقلب كل المكونات دي على البارد، وبعد كده هبقى احطهم على النار. هنحط السكر والنشا وهننزل بكوبايه الكاكاو، وعندي اللبن بتاعي بقى هنزل بيه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفه سهله وسريعه وما بتاخدش منك اي وقت، وولادك هيحبوها جدا. بعد ما قلبنا كل حاجه على البارد كده هنحطها على النار. اول ما تاخد معايا القوام بتاعي اللي انا عايزاه هنشيلها وهنغرفها في الاطباق بتاعتنا، في البولات اللي احنا هنغرف فيها. وهو على النار كده واحنا بنقلب فيه هننزل عليه بشويه من الفانيليا. الفانيليا هتديله ريحه حلوه جدا. انا عندي فانيليا سايله، عندك فانيليا من التانية عادي مفيش مشكله، بس ايدك تبقى فيه على طول عشان لو سبتيه هيكلكع منك. لازم تبقى ايدك فيه باستمرار لحد ما ياخد القوام اللي انت عايزاه، وترفعيه بقى من على النار، تشيليه من على النار. شايفين قوامه كده بقى مظبوط معايا. هطفي بقى عليه النار وهغرفه في البولات بتاعتنا اللي احنا هنقدم فيها. هو كده جميل جدا. هنبتدي بقى نغرف في البولات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها لما تبرد وهندخلها التلاجة. انا عندي الكريم شانتيه جاهز في التلاجة، عاملاه كان عندي، هزين بيه بس بعد ما يبرد. كده انا غرفت كله في البولات بتاعتنا. هسيبه بقى لما يبرد وهحطه في التلاجة، وبعد كده هنقول لكم مع بعض احنا هنعمل ايه. هنزينها كده بكريم شانتيه. عندك موز، عندك فراوله، اي حاجه متوفره عندك ممكن تزيني بيها عادي مفيش اي مشكله. ممكن نحط على الكريم شانتيه شوكولاته كده للتزيين. اطفالك هيحبوها جدا. لو الفيديو بتاعي عجبك يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك وشير. اشكركم جدا على المتابعه. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.